أهلا وسهلا بكل اللي معنا. خبر واحد كان كافي ليفتح عنا كتير أسئلة لما طلع ترامب يحكي عن الكائنات الفضائية. هالخبر ما ذكرني بالسما، ذكرني برواية أخوتنا الغرباء للكاتب والروائي اللبناني الفرنسي أمين معلوف. رجعت أفتح الرواية وشوف كيف بتبلش من نقطة منعرفها منيح، من عالم عم ينهار ببطء، أزمات، حروب، خوف، انعدام ثقة بكل شيء، ومن بين هالفوضى بيظهروا الأخوة، مو كغزاة ولا كأعداء، بيظهروا كأنه جايين يخبرونا إنه في شي غلط، في بشر عم يخسروا إنسانيتهم قبل ما يخسروا كوكبهم. بهاي الرواية الإنسان ما كان السيد، كان أشبه بسكان الأصليين لكوكب عم يفلت من إيده. والأخوة ما كانوا غزاة، كانوا فاتحين جدد، مو ليحتلوا الأرض، بس لأنه صار عندهم نضج ووعي أكثر مننا. أمين معلوف بحطنا قدام فكرة موجعة، إنه الحضارة اللي بنفتخر فيها يمكن صارت قديمة، أو يمكن صارت عاجزة، أو يمكن صرنا نحن الطرف الأضعف بهالعالم الواسع. وهلأ خلونا نمشي بين سطور رواية أخوتنا الغرباء. ما العالم الذي نريد بناءه؟ وبالاستناد إلى أي قيم؟ قلما اعتدنا طرح هذه الأسئلة، فنحن غارقون في همومنا اليومية. لكن هذا اللقاء مع إخوتنا غير المنتظرين سيكون بالنسبة إلينا فرصة لإجراء تقييم وتبين كيف ضللنا السبيل، وكيف نستطيع أن نصوب اتجاه الدفة. فلن تعود الأمور كما كانت من ذي قبل، لا البشرية ولا كوكب الأرض ولا التاريخ ولا حياتنا اليومية. ما عادت تفعل هذه الحضارة إلا أن تقود عربتنا رأساً نحو الفناء. منسكر الرواية ومنسكر معها كتير أسئلة جواتنا. أمين معلوف كان عم يهمس لنا إنه النجاة ما بتجي من قوة خارقة، ولا بتجي من غريب جاي من السماء. النجاة بتبلش لما نوقف قدام حالنا بلا أعذار. ويمكن الغريب الحقيقي هو الإنسان لما ينسى إنه إنسان. نلتقى بحلقة جديدة مع كلمات بتسافر وقلوب بتتلاقى ورحلة بين السطور ما بتنتهي، وإلى اللقاء.